قلنا هنا يا شباب عشان درس محمد علي صعب وطويل شويه، فهنحاول نلخص في النقط المهمه في كذا نقطه تحتها. لو انا افتكرت النقط دي هعرف اشرح من خلالها. تمام؟ انا قلت عندي محمد علي عمل اكبر نهضه حديثه، عمل شويه انجازات. قلنا في مجال مين؟ اداره، حميات عسكريه، وقضاء، وعندي مين تاني؟ عماره وتعليم واقتصاد. طب تعالى نلخص كل نقطه. قلت عندي في الاداره هعرف كام جمله؟ 4. قلتهم: ارساء الامن في السودان، تعيين حاكم دار، تقسيم السودان ل7 مديريات، تطبيق القانون والعدل يا بنات. ادي 4. طب نيجي للحميات العسكريه. قلت الدفاع عن البلاد هيضم مين؟ مصريين، سودانيين، والاتراك قليلين. مصريين، سودانيين، والاتراك قليلين. نيجي القضاء، عايزه كام نقطه؟ 3. استخدم قانون عثماني للمديريه، عين قاضي. استخدم قانون عثماني للمديريه، عين قاضي. القاضي سلطته محدوده، مين اللي هيعدي الكل؟ ورئيس القضاه هيبقى صاحب الحكم النهائي. يبقى قانون عثماني وقاضي ورئيس قضاه. طب نيجي للعماره. قلت عماره يعني هيبني كام مدينه؟ مدينتين مهمين، مدينه الخرطوم وهي العاصمه، ومدينه كسلة ودي تحصينات عسكريه. الخرطوم عاصمه، قلت عاصمه السودان، مقر الحاكم دار، وعندي بتاع ايه تاني؟ مقر الحاكم دار وتدريب للجيش او معسكر للجيش، وقلت ان فيها مصانع ومخازن ومسجدين ومستشفى. طب نيجي للكسلة، قلت فيها تحصينات عسكريه وعشان كده توجه الناس اليه. طب في التعليم هحفظ كام جمله؟ 4. ليه بقول لك على كل ده؟ عشان بيجي يقول لي ده اللي اهتم محمد علي بالتعليم، فهاجي اقول له كام نقطه؟ 4. وطبعا انت تبقى عارف الشرح. اهتم بالكتاتيب، مدارس نظاميه، ارسل بعثات، مهد الطرق. تاني، اهتم بالكتاتيب والمدارس النظاميه وارسل بعثات، واخر حاجه مهد الطرق. طب نيجي للنشاط الاقتصادي. قلت لك عشان ما تحسش انها تقيله، الاقتصاد عندي كام حاجه؟ زراعه، صناعه، تجاره. بس قلت هنا انا كبير شويه فهزود على كل واحده حاجه. الزراعه عندي ما فيش فلاح من غير تربيه حيوانات، فزراعه وتربيه حيوانات. قلت يبقى هيروي وهيوسع الاراضي وهيعمل قناطر ويزرع قاف قطن قصب سكر ويربي حيوانات عشان يصدر الماشيه. طب نيجي للصناعه والتعدين. قلت هيلاقي المعادن فيصنعها. مين هي المعادن يا جودي؟ قلت حديد وذهب. مين هي المصانع؟ قلت مصانع البارود تلاقي. ترسانة للسفن تلاقي. طب السفن عباره عن حديد وخشب، فهخلي مصانع بتحول الحديد ومصانع للاخشاب. ده كله فين؟ في الخرطوم عاصمه السودان. نيجي لاخر حاجه، تجاره ونقل. مفيش تجاره بتحصل من غير وسيله نقل، مفيش تجاره بتحصل من غير ما بامن الطريق. فالتجاره والنقل عندي تامين الطريق بالشيوخ مين؟ القبائل. اخر حاجه ههتم بالملاحه النهريه. ملاحه يعني حركه السفينه في الميه. ما انا زي ما انا ههتم بالطرق لازم السفن، عشان السفن لما تيجي تعدي في الميه وتتاجر معايا. فالسفن عندي لما تيجي تعدي مين هيبقى اهم ممر تجاري؟ اهم محطه تجاريه هي الخرطوم. فلما اجي اقول لك هنا تيجي انه اهتم بالملاحه النهريه، اقول له اصبحت الخرطوم اهم محطه تجاريه. اخر حاجه ممكن اتلخبط فيها، عندي معاهده 1840 والفرمان 1841. قلت لك يقول لك معاهده، قول له تخلي. معاهده تخلى محمد علي عن كل اراضيه والحاجات اللي كان ماسكها خارج مصر. والفرمان حكم وراثي. يبقى المعاهده تخلي والفرمان حكم وراثي. تمام كده؟